بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على خير البرايا. عاش يتيما في طفولته، وفي شبابه عاش فقيرا، وأزاه قومه في هرمه لنحيا حياة عظيمة مليئة بالأمن والمحبة. فلما لا تصلوا عليه وتسلموا تسليما؟ أهلا بكم أحبابي وأبطالي على قناة تعلم ببساطة ومرح. شكرا لكل واحد عمل لايك وعمل اشتراك في القناة. شكرا على كومنتاتكم الجميلة. ملحق كتاب الامتحان صفحة 74 و 75، الاختبار السادس أولى إعداد الدراسات. يلا بينا ناخد الخريطة. بسم الله. 1. رافد من روافد النيل الأزرق. 2. حضارة قرطاج. 3. نظام بيئي غابات البحر المتوسط. 4. الجوف. تمام. باء بما تفسر انتهاء عصر الأسرة الرابعة، إحدى أسرات الدولة القديمة، بسبب ازدياد نفوذ كهنة الإله شمس را، حتى استطاع كبيرهم أسر كاف الوصول إلى الحكم ليكون مؤسس الأسرة الخامسة. يبقى سبب انتهاء الأسرة الرابعة بسبب ازدياد نفوذ را، استطاع كبيرهم أسر كاف الوصول إلى الحكم ليكون مؤسس الأسرة الخامسة. جيم. بسم الله. ما النتائج المترتبة على موجات الجفاف في نظام الصحاري الحارة؟ طبعا في صحراء وفي جفاف، ما فيش مية. طب في الصحراء كان بيبقى فيه نبات طبيعي بينمو تلقائيا دون تدخل الإنسان. لو الجفاف شد النبات الطبيعي هينمو؟ لا، يبقى ندرة النبات الطبيعي. يبقى ما النتائج المترتبة على موجات الجفاف في نظام الصحاري الحارة؟ ندرة النبات الطبيعي. رقم 2. تتنوع الحيوانات في نظام حشائش الاستبس. الحيوانات اللي موجودة اللي بتتربى على حشائش الاستبس الأغنام والماعز. تمام. دي صفحة 74. ناخد صفحة 75. صفحة 75. 2. أقرب الحضارات الإفريقية للحضارة المصرية من حيث الموقع حضارة قوش. 3. في عهد الخليفة عثمان بن عفان تم فتح إفريقيا. 4. اتم الملك سنوسرت الثالث بالحدود الجنوبية فقام ببناء حصني سمنة وقمنة. يبقى مين اللي بنى حصني سمنة وقمنة؟ ما تنساهاش عشان هتيجي في الامتحان بإذن الله. سنوسرت الثالث. تمام. قارن بين نظام الغابات المدارية المطيرة وغابات البحر المتوسط من حيث الموقع والخصائص النباتية. خلي بالك من حيث عشان في مقارنات كتيرة. بسم الله. الغابات المدارية اللي هي الاستوائية موقعها شمال حوض نهر الكونغو، احفظها، أو ساحل غانا غرب القارة. نظام غابات البحر المتوسط على طول الساحل الشمالي الغربي في منطقة الكاب في الجنوب الغرب للقارة. طبعا منطقة الكاب جنوب الغرب يبقى منطقة أو جبل هنا كاب. تمام. في الخريطة. الخصائص النباتية الاستوائية اللي هي المدارية المطيرة، أشجارها كثيفة ومتشابكة مثل المهجوني والأبنوس والمطاط، الموز، الكاكاو، المانجو. أما نظام غابات البحر المتوسط أشجارها متوسطة إلى قصيرة الطول مثل الأرز والصنوبر والبلوط الفليني. تمام. اكتبها واحفظها. ناخد السؤال الثالث، صواب وخطأ مع التصويب الخطأ. الجزائر أكبر الدول العربية من حيث المساحة. صح، طبعا بناخدها من الابتدائي سنة 6. تعتبر الملكة حتشبسوت أهم ملوك مصر في عصر الدولة القديمة. خطأ، في عصر الدولة الحديثة. لو انت ما انتش عارف حتشبسوت في عصر الدولة انهي، طب ما ممكن تجيب أي ملك، بس هو بيقولك الملك وتكتبه في عصر الدولة القديمة. لو انت عارف مين اللي في عصر الدولة القديمة يبقى احفظها كده. حتشبسوت موجودة في عصر الدولة الحديثة. تعد شبه جزيرة سيناء المعبر البري الوحيد الذي عمل على انتقال الإسلام لقارة أفريقيا. صح. من الأخطار البشرية التي تواجه نظام غابات البحر المتوسط الجفاف. خطأ، الجفاف ديت أخطار طبيعية من عند ربنا. تمام. محدش يتحكم فيها ولا ليه إيد فيها.
تنتشر أشجار السنت داخل حشائش السافانا الفقيرة. طبعا السنت لسه قايلينها دلوقتي الغنية. تمام. ما مقترحاتك للحفاظ على الآثار المصرية القديمة؟ طبعا عدم الكتابة عليها، عدم إهدارها وسرقتها. ناخد السؤال الرابع. يعد جبل نوت أعلى قمم، طبعا بيتكرر كتير، كليمنجارو ده أعلى جبل في أفريقيا. أعلى جبل في أفريقيا كليمنجارو. أكبر الصحاري الحارة. أكبر الصحاري الحارة في العالم من حيث المساحة الصحراء الكبرى. يبقى أعلى جبل في أفريقيا كليمنجارو، أكبر صحراء في العالم الصحراء الكبرى. تمام. انتصر الملك تحتمس الثالث على أمراء آسيا في معركة مجدو، لكن قادش ده رمسيس الثاني مع الحيثيين. انتشر الإسلام في شرق أفريقيا عبر البحر الأحمر. نتج طبعا هنا في الشرق، تقول لك هي دي البحر المتوسط موجود في الشمال ودي في الغرب كده، فهي البحر الأحمر موجود في ايه؟ في الشرق، لو انت ما انتش عارف. نتج عن حدوث الأخدود الإفريقي، خليج العقبة، خليج السويس، البحر الأحمر، خليج العقبة. نقل عاصمة البلاد إلى أسيتا تاوي، لسه واخدينها في الامتحان اللي فات الرابع من محات الأول. تمام. هناخد ما العلاقة بين الإسلام في أفريقيا واللغة العربية. السؤال ده بيتكرر كتير يا شباب، كان برضك في الامتحان الرابع. تمام. حيث انتشر الإسلام في أفريقيا بانتشار اللغة العربية، فحرصت القبائل الإفريقية على تعليمها لإقامة الشعائر الدين الإسلامية. يبقى لما الإسلام انتشر في أفريقيا طبعا ما كانش لغتهم اللغة العربية، فلازم يتعلموا اللغة العربية. وفي بلاد زي الصومال وموريتانيا خدتها لغة رسمية، خلاص بقت عندهم اللغة العربية. لا، عشان القرآن الكريم نزل باللغة العربية، فعشان يقرأوا القرآن الكريم ويحفظوه ويصلوا برضك بالصلاة باللغة العربية. تمام. عشان يقوموا الشعائر الإسلامية لازم يعرفوا اللغة العربية، فبانتشار الإسلام انتشرت اللغة العربية. دي كانت صفحة 75 و74 الاختبار الخامس. انتظرونا في فيديوهات تانية كتير، بحبكم في الله، إلى اللقاء في درس جديد. انتظرونا في الاختبار السابع.